من خلال فقرة عيش الأمومة ديال بصح مع دلع طيلة هاد الأسابيع تعرفنا على نصائح مفيدة لكل الأمهات. شفنا كيفاش كل سيدة ملي تتحمل تتكون سعيدة بحملها والجنين اللي كيتكون في أحشائها، وكتبغي تحرص حرص كبير على أنه تهتم بصحة وبسلامة الجنين اللي في بطنها. وكيتزادوا مشاعر الأمومة أكثر في الأشهر الأخيرة من الحمل اللي كتكون صعبة ومتعبة عاطفيا. مع اقتراب موعد الولادة كتعيش الحامل أحاسيس مختلطة ما بين الخوف والقلق، ولكن مع فرحة لقائها بمولودها الصغير ومع استقبال أحسن فرحة كتعيش لحظات الأمومة ديال بصح مع طفلها وهي سعيدة وفرحانة كونها صبحت أم والحمد لله. وكتنسى كل الآلام مع أول لقاء بيناتهم، وكتبدا مرحلة السهر، العناية بالرضيع الصغير من تنظيف للسرة في البداية من يلا كيتزاد للعناية اليومية بنظافته كيف شفنا في حلقاتنا اللي سبقات، تغيير طوال اليوم لحفظته باش يبقى مرتاح، ورعاية تنويم تقميط تنوع غذائي وصولا لمرحلة الفطام. دلع رفقتكم من خلال فقرة عيش الأمومة ديال بصح، وجاوبات على كل تساؤلاتكم اللي تقاسمتوها معنا في الفقرة. سمعنا لمشاعركم الأحاسيسكم تجاه الأمومة في التسجيلات اللي توصلنا بها، وفرحتكم بعام من حفاضات دلع هدية للأمهات باش تزيد دعمكم، واختارت لكم كل الجودة لأطفالكم الصغار باش يكونوا كلهم حيوية ومرتاحين كل نهار. فكوني سعيدة لأنك أم واستمتعي بكل مراحل الأمومة. ودلع كتشكركم على ثقتكم على تشجيعاتكم ودائما مع كل الأمهات في كل الأوقات. ودابا نخليكم تسمعوا تجارب الأمهات وفرحة الفائزات بعام من حفاضات دلع. السلام عليكم، معكم نورة أم البنات اللي كنبغي نشكر دلع على هذه المسابقة الغزالة. بصراحة اش غنقول لكم، انا واخا نهضر لكم على الامومه تنعيا، ما الامومه شي حاجه اللي زوينه بزاف لا توصف صراحه. كتهتمي بوليداتك، يعني كتولي عندك واحد المسؤوليه، عندك واحد ماشي غير عايشه كما كنقولوا على الفاضي على الخاوي، يعني راه كتقاتلي في هذه الحياه وفي هذا الزمان على قبل ولادك. والله يحفظ لي بنياتي، والله الله يرزق كل محرومه يا ربي يا كريم. كل محرومه باغا الذريه الصالحه الله يعطيها ليها، والله يحفظ لنا وليداتنا. عندي وئام وجوديا، الله يحفظهم ليا، والله يحفظ لكم وليداتكم كاملين يا ربي. واش غنقول لكم، والله يسمح لنا من الوالدين وخصوصا الامهات تا هما اللي تكرفصوا علينا وضربوا تماره علينا تا كبرنا ودرنا تحنا الاولاد. والحمد لله على كل حال، وشكرا لكم بزاف 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 بزاف. السلام عليكم اختي سناء، كي دايره؟ لاباس عليك؟ معك ياسمين من الدار البيضاء. بغيت نشكركم بزاف وبغيت نشكر دلع، والله العظيم والله الا الهديه جات في وقتها، قسما بالله الا كنشكرهم بزاف بزاف. راه توصلت بها اليوم، نقولش لك شحال نفعونا، والله الا غيهنيونا عام تبارك الله. والله الا اش غنقول لك، الشكر قليل في حقهم، والله العظيم شكرا بزاف بزاف بزاف. الله يحفظهم صراحه، والله ما عندي ما نقول، داكشي غابي تبارك الله ما شاء الله عليهم، والله الله يحفظهم. شكرا لكم بزاف بزاف، شكرا للبرنامج تاعو ديال مولاتي، والله العظيم كنستافدوا منه بزاف وكيعطينا هكا دي شونس كنربحوا معاكم، وكان بزاف فهمتي كنستافدوا خلاهم ماديين ومعنويا وكل شيء. شكرا لكم بزاف بزاف، والله الله يحفظكم. السلام عليكم اختي سناء، نتمنى تكوني على الف خير. معكم امينه شويخ من سله جديده. اليوم بغيت نشارك معكم تجربتي حول الامومه، اللي هي تجربه زوينه بزاف كتربط ما بين الام والطفل ديالها، اللي هي تجربه كتعطي فيها بزاف الحنان والعطف للطفل ديالك. وبحكم انني ام جديده وولدت سن صغير، شحال من حاجه ما كنعرفهاش وما كنعرفش نديرها، ولكن بالفضل ديال الام ديالي والحمات ديالي علموني بزاف، وراوني كيفاش نقدر نبدلك كيفاش نتعامل مع الوليد ديالي، وكذلك كيفاش ندوش ليه ونبدل ليه الحوايج. الصراحه كنشكرهم بزاف، وكنكون متشوقه غير امتى نجي ونهز ولدي ونعنقو ونعطيه العطف ونعطيه الحنان. وهذه هي تجربتي حول الامومه، تجربه زوينه وما نقدرش ننساها في مره، وكنشكركم بزاف. السلام عليكم اختي سناء، صباح الخير، لاباس عليك؟ بخير. بغيت نوجه لك الشكر على
الهدية الرائعة وعلى البرنامج اللي خلاني نستافد من الهدية ديال دلع. شكرا لكم بزاف. المنتوجات اللي في المستوى صراحة وفي المستوى ديال التطلعات ديالنا. أنا ديجا كنت كنستعمل لبنتي آية دلع اللي وافقها لي الحمد لله، وإن شاء الله مع هاد الهدية غادي نبقى مواصلة مع دلع. هدية في المستوى ووصلتني في الوقت، يعني في الوقت المناسب، ما طرتلوش عليا. شكرا لكم بزاف ومسيرة موفقة إن شاء الله. إذن مستمعينا دائما من خلال فقرة الأمومة ديال بصح مع دلع، واللي صراحة كنشكروا كل الأمهات على تواصلكم في الفقرة، على تساؤلاتكم، وكنشكركم كذلك حتى بزاف ديال المواضيع اللي تحطات في الفقرة راجعة لتساؤلاتكم، ولقيتوا الأجوبة الحمد لله، وتواصلتوا وتفاعلتوا مع الفقرة ديال الأمومة ديال بصح مع دلع. كنشكر كل السيدات على الأحاسيس ديالكم، مشاعر ديالكم اللي تقاسمتوها معنا، وكذلك الصور المعبرة مع وليداتكم، مع تجربتكم مع دلع، مع الأوديوهات المسجلة اللي كتعبروا فيها على مشاعر الأمومة. في صراحة عشنا معكم واحد الأجواء مميزة جدا. نتمنى الذرية الصالحة الجميع اللي كيتمناها، ونتمنى ربي يوفقكم في هذه المرحلة ديال الأمومة، لأنه هذه وظيفة الأمومة الصراحة وظيفة ما سهلاش، ممتعة متميزة، سبحان الله، فيها بزاف ديال الأمور اللي هي ربانية بالفطرة، وفي نفس الوقت فيها تعب، فيها بزاف ديال الأمور، وهذا الخليط ديال المشاعر صراحة كيعطينا واحد الإحساس اللي هو مختلف على كل أحاسيس، على كل مشاعر المحبة اللي ممكن أننا نعيشها في حياتنا. يعني مشاعر ديال الأمومة مشاعر اللي هي مميزة. نتمنى التوفيق للجميع. تحية كبيرة لكل الأمهات اللي ربحوا معنا عام ديال حفاضات ديال دلع، واللي تواصلوا معنا تيشكروا دلع، تيشكروا الفقرة ديال الأمومة ديال بصح مع دلع. فكنا سعداء أننا نتواصلوا معكم من خلال هاد الفقرة، من خلال هاد المسابقة. واليوم غادي نمشيو باش نتواصلوا مع السيدات اللي اختاريناهم سحب القرعة من خلال رقم الواتساب 056 87 70 55. معنا الفائزة الأولى، معنا هاجر، معنا هاجر من الدار البيضاء. هاجر، أهلا بك هاجر. أهلا لاباس عليك؟ سنة سعيدة هاجر. علينا وعليك أختي، شكرا بزاف. لا اختك هاجر من الدار البيضاء، انت مشروع ان شاء الله، حامله عندك 7 شهور. هاجر الله يكمل عليك بالخير. وهاجر الى سولتك اكيد على انه ما غنسولكش على مشاعر الامومه، ولكن شنو هما هاد الاحاسيس اللي كتعيشي ملي عرفتي راسك حامله، وملي تبارك الله بديتي كتخفافي دابا 7 شهور؟ صراحه احاسيس ما يمكنش نوصفها، احساس زوين بزاف. كنت كنسمع بزاف ديال النساء ملي تيحملوا اشنو تيبداو حتى تيقولوا زعما، مي دابا انا عايشه هذاك الاحساس، احساس لا يوصف حتى بالكلام، ما كتقدريش توصفيه. صراحه احساس زوين، احساس زوين بزاف. ان شاء الله مازال تحسي واحد الاحساس اخر ملي غتشوفي عويناتها ولا عويناته، الله يكمل عليك بالخير. وهاجر كنعرفوا على انه في هذه المرحله مع اقتراب الولاده كتكون واحد الفرحه انك تشوفي المولود ديالك، وفي نفس الوقت كتكون فيك واحد الخلعه واللي هي طبيعيه. فدلع كترافق جميع الامهات وبغات انها تفرحك وتكون اول هديه اللي غادي تستقبلي هي الهديه ديال العام ديال الحفاضات مهداة من دلع. فبصحتك وراحتك هاجر، ودلع كتمنى ليك الفكاكه على خير ان شاء الله. يا ربي امين. شكرا بزاف اختي سناء، صراحه جات في وقتها صراحه. شكرا لك اختي سناء، وشكرا للبرنامج لاله مولاتي ودلع. شكرا لكم، شكرا على النصائح اللي كتقدموا لنا، وشكرا برنامج لاله مولاتي، وشكرا ميد راديو. الله يخليك. دابا المستمعات كلهم اللي تيسمعوا برنامج لاله مولاتي واللي معنا في هذه الفقره راه تيدعيو معاك ان شاء الله بالولاده السهله والفكاكه على خير، وترجعي انت والمولود ديالك ولا المولوده ديالك سالمه غانمه ان شاء الله لدارك. هذه اول ولاده لها هاجر، فالله يكمل عليها بالخير. وتحيه لكل الامهات الحوامل اللي قريب انهم يولدوا ان شاء الله.
كنوجه لهم تحيه كبيره. هاجر من الدار البيضاء ربحت معنا عام من حفاضات مهداة من دلع. غادي نمشيو لثاني فائزه معنا من خلال سحب القرعه الاخير في فقره الامومه ديال بصح مع دلع. معنا لاله خديجه من سطات ام عائشه. اهلا لاله خديجه. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس عليك؟ على خير؟ لاباس الله يحفظك ربي يخليك. لا يعطيك صحتك لاله خديجه. واليوم ربحتي معنا عام ديال حفاضات دلع لبنتك عائشه. تبارك الله بنتك عائشه عندها عام و3 شهور. عام و3 شهور. عام و3 شهور. عندك مصعب ياك؟ مصعب ولد عنده دابا 3 سنين. تبارك الله وصلت عن بي. وعائشه الله يحفظهم ليك والله يخليهم ليك. دابا انت عندك التجربه ديال الامومه مع مصعب، فقولي لنا يعني احساسك ديال الامومه مع ولدك مصعب مع عائشه، وخصوصا دابا انت بنيتها عائشه عندها عام و3 شهور، بنيتها وانتي وليد، يعني كاين اختلاف عاوتاني حتى في يعني اكيد نفس العنايه ونفس المحبه، ولكن تيكون واحد الاختلاف. مختلفين. بالنسبه لمصعب كنت كنوع عليه في ليكوش وداك الشيء، ولكن كان بالزربه كيطيب ليا، ما كنتش كنعرف شنو ندير ليه. ما خليت ما درت ليه، جربت كل شيء حتى جربت الدلع اللي لاق ليه بزاف، ما بقى لك يطيبوا ولا حتى شي حاجه. صافي نفسه عاودته مع عائشه. ممتاز. تبارك الله عليك. اييه تفضلي صراحه الكورس ديال دلع اللي عنده امتياز واعر، وعنده كيخلي الوليدات يتحركوا بكل حريه، وهذا الشيء كامل زعما بثمن معقول، والجوده ديالو عاليه اللي كتحمي لي دابا بنتي من الطياب، اللي كنصح جميع الامهات يستعملوه حيث فعلا كيستحق. وفي الاخر بغيت نشكر دلع اللي ديما كيجدد لنا في المنتجات ديالو، اللي كتحرص على ان هاد المنتجات يكونوا كراعي في جميع المراحل النمو ديال وليداتنا. اللي كنشكر تميد راديو ولا مولاتي وليك سناء بزاف على هاد الفقره اللي درتوا لنا ديال دلع وباش نهضروا على الامومه ديالنا. تبارك الله عليك. وصراحه كنتي مشاركه نشيطه يعني تقريبا باستمرار، كتصيفطينا الصور ديال عائشه وكيفاش كتستمتعي بالامومه معها، وكذلك كتبتي بزاف الكلمات مميزه في حق يعني المنتوج ديال دلع وتجربه الامومه. فخديجه من سطات ربحتي معنا عام ديال حفاضات مهداة من دلع. بصحتك وراحتك لاله خديجه. شكرا سناء بزاف، وشكرا للفقره ديال لاله مولاتي، وشكرا لك بزاف اللي منشطه لينا هاد الاذاعه اللي بصح كتستحقي بصح الشكر. شكرا بزاف لك. تبارك الله عليك خديجه من سطات. تحيه كبيره لبنتك عائشه عام و3 شهور. فهاجر من الدار البيضاء، خديجه من سطات، هما اللي ربحوا معنا في سحب القرعه الاخير من خلال فقره الامومه ديال بصح مع دلع، عام ديال حفاضات مهداة من دلع. وكنبغي نوجه تحيه كبيره للمستمعه الام عائشه من العيون اللي الاسبوع اللي فات كانت ربحت معنا، وكانت مخلوعه في الوقيته لانه الاسبوع كان عندها ديال الولاده، وصراحه ربحت معنا عام من حفاضات دلع، وكانت فرحانه بهذه الهديه ومرافقه دلع من خلال هذه النصائح اللي استفدت منهم. فعائشه تفكت على خير الحمد لله، بدات عندها بنيتها تبارك الله تربى في خيرك لاله عائشه من العيون. تنقول لك الف 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 مبروك المولوده الجديده. فكنشكروا كل السيدات الصراحه ما سخيناش بكم من خلال هذه الفقره ديال الامومه ديال بصح مع دلع، لانه عيشتونا واحد الاحاسيس معبره جدا في اسمى محبه واسمى احساس اللي هو احساس الامومه. فشكرا لكل امهات لكل السيدات اللي شاركوا معنا بتجاربهم، اوديوهات مسجله، صور معبره مع وليداتهم، تجاربكم مع دلع، كنشكركم بزاف. وكذلك كل النصائح اللي قدمنا لكم في هذه الفقره كيفاش استفدتوا منها وكنتوا كتصيفطوا لنا التفاعل ديالكم. فشكرا لكم، ولا فرصه مقبله دائما مع الامومه ديال بصح مع دلع.